فاليوم المرجع الفلاني صاروا يختالونه، فكمشنا اللي يختاله، وديت شيخ ماجد وشيخ فلاح وأبو زهراء، ووديت أبو جعفر محمد الفهداوي، وراحوا لهذا المرجع الكبير الأكبر مرجع، وإحنا حاطين الكلبشات بيد المعمم اللي يريد يختاله، والقنبلة اللي كانت بالعمامة. قعدنا وياه، أكلنا، وقعد ويانا لمدة 4 ساعات. ما أريد أسميه، هسه تنزون إذا سميت، عبالكم أنا ما يعرفني. بويا سيدنا احنا نبوس ايديك، هاي العملية كلفتنا هالقد، وتفضل هذا حطينا بيديك وانت. قال لا، لوين جايبينه إلي؟ لا عمي هو يريد يطب عليك ويفجرك، غير تشوفه بعينك. قال لا ماكو داعي، كان انتوا هدوه. قلتم قوموا 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 قوموا، والله العظيم هذا العناء اللي احنا سويناه ومكيفين ما تستحق هاي الأمة هاي العناء. قوموا. أنا ما استحي، وقح، بس تشوف المنظر كريه قدامك عليك تقوم. بس رقم 1 وياي، احنا 8، عرفت شلون؟ وأنا القائد. أنا أنقذت سيد علي السيستاني مرتين من محاولة اغتيال، أدام الله عزه وأعزه الله، وعندي ما يثبت. شيخ ماجد، شيخ عارف، شيخ فلاح السعدي، كلهم الشيوخ وعلى مراكز عالية، وأبو جعفر، وأنا أخذته وسوالي غدا وقعد وياي 4 ساعات. ما قعد ويا واحد مثلي، قاعد وياي، فلا تزايدون علي، روحوا قعدون أبروا، لا تزايدون. كان وياي وسوالنا غدا، ونزل من فوق قعد ويانا تغدى، قال لهم ما خليهم يمشون. وأنا جايب له المتهم وحاط كلبشات بديه، والمتهم لابس عمامة فلسطيني، كان في العمامة مخلي القنبلة يطب على السيد ويفجرها ويكتله. ما حد قدر إلا إحنا. خسرنا مئات الآلاف من الدولارات حتى نوصل للعميل ونلقى القبض عليه ونجيبه. ما حد اعطانا الحوزة دولار واحد، وفقدنا 5 سيارات على ما وصلنا له. من هو اللي قدر؟ يقول أن الانتحاري فلسطيني أراد اغتيال السيد السيستاني. طيب هذا الحدث في أي زمن؟ إن قلنا في زمن نظام البعث فمن المستحيل أن يظهر فلسطيني انتحاري، وإن قلنا هذا الانتحاري بعد الغزو الأمريكي للعراق فكلنا نعلم أن أبو علي كان هاربا إلى سوريا من أول يوم حين دخول الأمريكان إلى العراق، فنعتبر القصة بأكملها ملفقة. فلنذكر أبو علي، إن المرجعية علقت صورك على أعمدة الكهرباء في محافظة النجف، وبلغت الناس إنك دجال في بداية ظهورك على قناتك دروب الرجاء.